السلام عليكم، مرحبا بالجميع، كباركم صغاركم، أهلا بكم. لازال موضوعنا عن الحج من القرآن. وذكرنا أن الحج عندما يعلن عن موسم الحج سيعلن أيضا عن توقف أو إيقاف كل الحروب على أشكالها أو كل النزاعات عبر العالم، وأيضا صيد البر أيضا محرم في هذه الأربعة أشهر، أي 120 يوما خاصة بالحج الذي جعلها الله كل سنة يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذن إيقاف النزاعات، إيقاف الحروب، إيقاف صيد الأنعام في فصل التكاثر، في فصل التزاوج، كل أنواع الدواب على وجه هذه الأرض. إذن في هذه الحلقة سنتكلم عن الأهلة، بعدها نتطرق فورا في نقاط مختلفة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة. ما معنى الأهلة؟ الأهلة بلسان، كما ذكرنا سابقا، بلسان قوم النبي الله محمد عليه السلام، بلسان قوم قريش، بلسان القرآن، الأهلة تعني نداء بصوت مرتفع، نقطة نهائية، ما عندهاش معنى آخر. في وقتنا هذا تدحرجت تلك، وأيضا أقحموا بعض المعاجم، والمعاجم أتت بعد وفاة النبي ب7 قرون، ذلك اللسان العربي، فأصبح الأهلة القمر، بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن ما جاء به القرآن، وسيجيبنا القرآن. سنتطرق لكي لا يكون فيديو طويل، سنتكلم عن الأهلة. إذن لنتابع معا. الأهلة، الهليل، التهلهيل. إذن يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس والحج. بعدها لنكمل الآية. عندما نكمل الآية سنفهم، سيتبين لنا ويبين لنا القرآن ويبين لنا الله بأن الأهلة تعني النداء، لأن القرآن مفصل على علم، تبين لكل شيء. هذه مفروغ منها، أن تأمنها ولا بدون ذرة شك ولا ريب. إذن تبين لكل شيء، سيبين لنا، سنرى ذلك. القرآن تبين لكل شيء، الله قال لنا هذا، سيبين لنا بإذن الله تعالى. تابعوا معي. يسألونك عن الأهلة، نخو ومن بعد نعمروا، باه نعرف ما معنى الأهلة، بقطع الدلالة. مرتاح نفسيا كي تتكلم مع الناس وتدعيهم، تتكلم بثقة، بعلم من عند الله، بعلم من عند الله، وتبيان من عند الله. إذن يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هنا لازال غير مفهومة الأهلة ماذا تعني. لنكمل الآية، لكي الناس كثيرا ما يقومون بتحايل أو ليس لهم علم،
يقومون بتحريف الآية. كيف تحريف الآية؟ يتكلمون عن نصفها الأول ويتركون الباقي. هذا هو تحريف. لكي يتبين لنا نكمل الآية. أنت لماذا خايف؟ من أين خايف؟ من؟ نكمل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس خاصة بالناس والحج. إذن وليس البر هنا الجزء الثاني يبدأ يبين لنا، الله تعالى يبين. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر يعني مشي هذا لنكمل الآية باه ندخلوا في التوضيح. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. أمر، انظروا هنا الأمر، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عندما يأتي موسم، هنا نبدأ نشرحه بإذن الله تعالى، كيبدأ موسم الحج، يعني سيعلن يعني من هذه الأيام أو 3 أيام أو 4 أو من هذا الأسبوع يبدأ موسم الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يعني كانوا حاسبينها بر أو تقوى، ينادون ليس يعني استحياء أو جاتهم باللي تقوى أو عيب أن يمروا حول أمام البيوت والنوافذ، أمام البيوت الناس، وينادون بصوت مرتفع يا قوم، مثلا يا قوم سيبدأ موسم الحج مثلا، يا قوم، يدورون حول المدن والقرى والمداشر. هذا التهليل الأهلة، نداء بصوت مرتفع بلسان القرآن. الآية هي اللي تبين لنا ماذا كانوا يفعلون. انظر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا من ظهور البيوت يمرون وينادون، وكانوا حاسبين بأن إذا مروا أمام الأبواب أو النوافذ يكون يعني عيب أو يعني غير لائق أو يعني، وكانوا يمرون من ظهور البيوت وينادون بصوت مرتفع حان وقت الحج أو شيء ما سيقع، يعني اجتمعوا له أصحاب تلك القرية، يعني سنساعد أناس أو سنقوم بهذا الشيء أو سنقوم ببناء أو سنقوم، تعالوا، أو يعني سكان القرية تعالوا سنجتمع. مواقيت للناس، مواقيت للناس أمور كثيرة، كما في وقتنا هذا ينادون يعني أي خطر ما، ينادون يعني بمكبرات صوت في مدن أو في عبر التواصل الاجتماعي، ينادون إعلانات بأن خطر ما أو عدوى ما أو مرض فيروس ما أو فيضان أو شيء، ينادون أو نريد أن نفعل هذا أو اجتماع أو. إذن يسألونك عن الأهلة. ما معنى الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت الناس والحج، ولكن كيف هذا؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، من ظهور البيوت، ولكن البر من اتقى. وأتوا الأمر، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني مروا، توقفوا عن مرور في عبر ظهور البيوت وتنادون، ولكن مروا عبر الأبواب، شيء عادي وشيء ليس في حرج ولا شيء. أمر وأتوا البيوت من أبوابها. إذن الآية عندما أكملنا الآية فهمنا أن الأهلة هي نداء الهليل
التهلهيل، يعني بصوت مرتفع، أشياء تخص تلك المدينة أو القرية، أمور ذلك المجتمع، أمور يخص بذلك المجتمع، أو نداء لموسم الحج. إذا انتظرونا للتوضيح أكثر فيما يخص، ما زلنا مع الحج بإذن الله تعالى، سنذكر كل كبيرة وصغيرة، حتى ولو يعني انتقلنا إلى موضوع كما قلنا حسابات ماذا وقع لحسابات العربية يعني الهجرية، الخلل الموجود فيه، سننتقل إلى ذلك الموضوع. وإذا كان أو تذكرنا شيئا ما بما يخص به الحج، سنذكره في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. تقول لا يعلمكم الله، الدين هذا للجميع. انتظرونا. سلام.